فقال له سيو اتفضل اجلس يا صاحب السمو الملكي. فقال له زينون ولكن ما كملناش الحديث برضه. فقالت له ماريا سيدي لازم تهدى شوية، صح ولا ايه يا جلالتك؟ فقال سيو في سره دي بتهدد بشكل اساسي. فردت ماريا وقالت لسيو للتلخيص الامير قصده هنا هو عادي فيلا تقع في ضواحي العاصمة، فطريقة كلامهم مع بعض منسجمة. وشافهم سيو ممسكين بايديهم. وبنروح لأنستازيا وهي بتتسوق وقالت لها الموظفة لديك رؤية ممتازة للأقمشة يا سيدتي، لأن الملابس من شيفلز ودي عندها شعبية كبيرة منذ الربيع، وده بيكون مصنوع في شولزستين. فقالت لها أنستازيا حقا؟ فقالت لها السيدة نعم، ده لامع جدا على عكس المنتجات التانية لأنه بيتم نسج الخيوط الفضية فيه، وبكده بيلمع القماش كله. هو سعره عالي لكنك مش هتندمي عليه أبدا. فقالت لها أنستازيا طب أنا عايزة أصنع فستان من القماش ده، ولا أقولك هات 2 عشان لو حصل حاجة يبقى في بديل. وبعتي الفاتورة إلى الديك ريدفورد. عوضتها عائلة سيتورات ب5000 بيرون. لذا اعتقد الجميع انها كانت بتبالغ في الانفاق لانها ما قدرتش تتسوق لشراء اي فساتين منذ شهور ماضية. وساعتها شكرتها السيدة ومشيت أنستازيا. وهي ماشية أنستازيا بتقول أنا مش قادرة أعيش تاني لأن مع مرور الوقت بقت زي صنع الصخور، لأن في النهاية هتبقى أصغر حجما وأصغر لحد ما تنتهي بالرمال والغبار تماما. رغبة أنستازيا وإرادتها في العيش أصغر فأصغر لحد ما يبقى جسدها وروحها ضعيفين للغاية. فقالت أنستازيا بتمنى أنهي الأمر ده. الخادمة إلي كانت مهتمة بيا من ساعة ما كنت عايشة في القلعة في الشمال، وكمان مهذبة ومنفتحة وإيجابية جدا، ولكن مش لطيف خالص كده لأن النوع هي الكلمة اللي بنستخدمها لوصف هؤلاء زي إلي وسيرجي. أنا ما قدرتش أساعدها لأني شعرت وكأني أركب العربية دي إلى الأبد. كم من الوقت إني أبقى على قيد الحياة وأعيش هكذا، لكن كل ما علي فعله هو انتظار التوقيت المناسب لأن فرصتي متاحة تقريبا. لأنني متأكدة من إن جلالته ما عندهوش خيار سوى إن يقدم ليا المساعدة، وده مقدار شعورها بالاستفزاز. الجمال ما بقاش ليه اي معنى عند أنستازيا. أنستازيا لم تتجه مباشرة الى منزلها في قصر الدوك بعد مغادرة صانعة الملابس. وقالت أنستازيا لا يزال هناك وقت حتى تنتهي الخادمة من مهمتها. وساعتها بتوصل أنستازيا لمكان غريب وبتقول هو ده المكان. وبتبدأ أنستازيا إنها تخبط على الباب وتقول إلي هذا أنا أنستازيا، محتاجة أتكلم معاكي، افتحي الباب، ليه مش بتفتحي؟ وساعتها فتحت الباب طفلة وقالت لها أقدر أساعدك إزاي؟ إلي هي أختي الكبيرة. فقالت أنستازيا في سرها خلال الشهور القليلة الماضية قدرت أكسب المال عن طريق صنع الملابس وبيعها، لأني اعتقدت إني بحاجة للمال لإقناع إلي. ممكن يطاردني ظل إيفلين باستمرار إذا استخدمت أموال التعويض اللي دفعتها ليا عائلتها. أنا كسبت أكبر قدر ممكن من المال وأتمنى إن تيجي معايا إلي بكل سرور. لكن اللحظة اللي شفت البنت الصغيرة دي بنفس ملامحها بالظبط. فقالت الطفلة في سرها ملابسها شكلها غالية جدا، يا ترى عايزة إلي في إيه؟ فقالت لها الطفلة إلي مش موجودة لكن هترجع شوية كده، ممكن تقعدي وتستنيها جوه لحد ما تيجي. وساعتها دخلت أنستازيا وقالت صحيح
أكيد مش هترجع دلوقتي لأنها خادمة فأكيد هتتأخر. وفجأة ظهرت إلي وقالت سيدتي انت شكلك مش جيدة، انت كويسة يا سيدتي، لقد مر وقت طويل من ساعة آخر مرة شفتها فيها لكن ما اتغيرتش كتير ولسه من النوع اللي بتعرفه إلي. فقالت لها إلي ايه اللي جابك هنا يا سيدتي؟ شكلك مش جيدة، انت كويسة. فقالت لها أنستازيا إلي أنا محتاجة ليكي. ربما كونك لطيفة أكيد مش أمر مميز بالنسبة ليكي لكن بالنسبة ليا أحتاج إلى لطفك ده. أتمنى أن أتمكن من الهروب من كل حاجة ولكن أعرف ما معنى العيش دون أن يكون لديك أي شيء، ومش من السهل إني أطلب المساعدة في العالم اللي مش بيرحم ده، وللسبب ده أنا بوفر المال. ساعديني يا إلي. تسللت العواطف وانفجرت أنستازيا في العياط. اللحظة اللي اعترفت بسوء حظي وخوفي. أنا بذلت جهدي عشان أخفي دموعي عشان عارفة مين هينبسط وهيستمتع بشكلي وانا بعيط، ولكن خلاص مش قادرة اتحمل ده ومش عارفة اني افضل واعيش لوحدي. هو انا ليه حياتي كده؟ انا محتاجة المساعدة لكن مش عارفة اروح فين، وكنت الشخص الوحيد اللي جه في بالي لان الاشخاص اللي كانوا كويسين معايا هو انتي وسيرجي، ولكن سيرجي رحل وانتي كذلك. ساعديني يا إلي. انا ما اقدرش افضل كده، لازم اتغير، ولكن ما اقدرش اعمل كده لوحدي. انت تعرفيني اكتر من اي شخص تاني صح؟ انا عارفة انك ما عندكيش رغبة انك تعيشي معايا لكن ممكن تيجي معايا. انا هكون قادرة ادفعلك فلوس كتيرة جدا لاني قعدت كتير لحد ما جمعت الفلوس دي. أرجوكي يا إلي تعالي معايا. فقالت لها إلي أرجوكي اهدي يا سيدتي، بس أنا وصلت إلى سن لازم اني اتجوز فيه قريبا. فقالت إلي في سرها انا كنت مهتمة بالامور دي عندما اتيت، ومع ده كله هي بتطلب مني اسيب كل الناس دي وعائلتي واعيش معاها كخادمة في منزلك. هو انا عندي حق في كلامي؟ إلي مش قديسة، يمكن تكون انانية وبتجادل في بعض الاحيان ومحدش بيعجب طريقتها، لكن عندها ذوقها الخاص. هي عبارة عن انسانة عادية لانها وصلت لنقطة انها كانت بتندم على اوقات في تصرفاتها وكانت بتحاول تعديل الامور او التوفيق بينها. فقالت أنستازيا من المفترض اني ما كنتش جيت هنا، انا اسفة. وبعد شهور مضت جه الشتاء بعد الصيف والخريف، وانتشرت الشائعات في جميع انحاء المملكة بان الامبراطور مريض. الوقت لم يتوقف عن التحرك، ولما كانت الشتاء قربت تخلص كان المنزل يخفي الشائعات، لكن الناس كانوا عارفين عن التسمم بالزئبق. وقال سيو في سره انه تأكد من ان الامبراطور مصاب بمرض الزهري، عشان كده هي مسألة وقت مش اكتر. وفي وقت اللي بيحصل ده كله تجنب سيو أنستازيا بأي تمن بسبب اللي قالته ماريا ليه يوم ما كانوا قاعدين مع الأمير السابع لساعات طويلة، وإن مرض الزهري مش مميت ونسبة الحصول عليه مش واعدة برضه. وحاولت ماريا إنها ترسل أكبر عدد ممكن من النساء لغرفة جلالته، والأمر ده اللي رفضه سيو. وقالت له ماريا انا كده فهمت انك ليه طولت في الانتقام يا جلالتك، انت الشخص الوحيد اللي اعرفه اللي بيهتم بالاخلاق لما بيخطط بالانتقام. على اي حال هنبحث عن الحبيب من جانبنا ايضا. فقال سيو في سره يبقى كده هي اللي هتبقى مع زينون او الامير السابع. فقالت ماريا انت شكلك كنت عايز تقول حاجة. فقال لها سيو انتي عارفة كويس انا هقول ايه. فقالت له ماريا كويس، بس على اي حال ما كانتش نيتي فيها حاجة، وكنت عارفة انك هتعرف عاجلا ام اجلا. كنت انا والامير اصدقاء قريبين من بعض من واحنا صغيرين، كنت بزور القصر
الامبراطوري بشكل متكرر، وساعتها شفت زينون واتقربت منه. انا بحبه جدا، عشان كده مش عايزاه يموت. صحيح انا عندي مشاعر ناحيته، لكن كل ده ما بينا في العلاقة فقط ومفيش حاجة تانية. وممكن يشوف بعض الناس بان اللي بعمله ده مش حب، لاني انا السبب في الخطط دي، لكن يجب اني اكون جنبه بالتأكيد. ولكن مفيش حد مهتم بامرنا، هو عايش بفضل دعمي. انت هتخلص على الامبراطور وتاخد حقك عادي، لان زينون مش هيقدر يتحدانا باي شكل من الاشكال، لانه عايز حياة هادية وسليمة. مفيش دلوقتي زيجات نبيلة من اجل الحب ببساطة، وده سبب كافي لطلب تعاونك، مش كده؟ فقال لها الامير سيو انا مش هنا فقط عشان اعمل لك طلباتك يا سيدة ماريا. فقالت له ماريا لازم علينا جميعا اننا نخسر شيء من اجل الحصول على ما نريد. فقال لها الامير سيو ساخرا انت الشخص اللي بتقولي كده، انا فقط سايب الامور تمشي عشان عيلتك، وان علاقتنا دي مش هتكون ابدية ومش هتفضل على طول، وما تعنيليش اي حاجة هتنتهي، لان ماريا ما فكرتش خالص في امكانية خسارة حاجة ثمينة ليها. فقالت له ماريا انت صعب صح؟ فقال لها سيو انا مش كده، لكن قصدي انك مش قادرة تشوفي الواقع القاسي. فقالت له ماريا انا عارفة انك مش غاضب من الغيرة. طب غضبك ليه علاقة بتلك المرأة انستازيا صح مش كده؟ فقال لها الامير سيو بكل غضب امسكي لسانك هل تفهمي؟ فكملت استفزازه ماريا وقالت له ممكن تحتفظ بيها كحبيبتك، او يمكن انها تكون حبيبتك طالما انك هتخليني خطيبتك وتتجوزني ونجيب عيال كتير انا وانت. وكمان عايزك تتأكد من اخلاقها وخليها تعرف مكانتها حتى لو اتطلب منك تنظيف ساعتها. فقال سيو في سره اخطأت في تفسير افعالي، السبب اللي مخليني متحمل افعالك طول الوقت هو مش عشان معجب بيكي ومش محتاج حقا للتعاون مع عائلتك، وبالتالي فقط كان بيتجنب أنستازيا خلال الأشهر القليلة الماضية دون أن يكون لديه أي فكرة عما كانت تفعله خلف ظهره. يا ترى لما تقابله هيحصل ايه وايه رد فعل سيو؟ وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.